طيب النهارده اتكلمنا عن كنا اتكلمنا الاسبوع اللي فات عن الماكرو نوترينت اللي هي الكارب والفات والبروتين، واتكلمنا عن المحاليل والمنتجات اللي موجوده من المحاليل في المستشفى. النهارده هنتكلم عن اللي هي الفيتامينز والتريس اليمنتس والالكترولايتس اللي موجوده برضو في المستشفى. بشكل سريع كده هنراجعهم مع بعض، ويعني لو في وقت في جزء اسمه الاي بي جي، لو في وقت ان شاء الله ناخده مع بعض برضو من مره. تمام. طيب الالكترولايتس، اول حاجه عايزين نتكلم عن الالكترولايتس. آه طيب، عندنا اول حاجه في الالكترولايتس اللي هو البوتاسيوم. عايزين نفهم كده، احنا عندنا الالكترولايتس دي في جزء منها جوه الخليه وفي جزء منها بره الخليه. حلو كده. طيب عندنا بعض الالكترولايتس اللي موجوده بره الخليه، مينلي اهم واحد اكسترا سيلولر كاتاين اللي هو الصوديوم. يعني اهم واحد موجود في الدم او بره الخليه عندنا اللي هو الصوديوم. تمام. اهم الكترولايت موجود جوه الخليه اللي هو البوتاسيوم. يعني كأن في بالانس ما بين الصوديوم والبوتاسيوم. طب ايه تاني موجود جوه الخليه؟ احنا عندنا جوه الخليه في بوتاسيوم، في مغنيسيوم، في كالسيوم، في فوسفورس. الاربعه كلهم موجودين جوه الخليه ما عدا الصوديوم. تمام. فهي دي ايه الترتيب بتاع الالكترولايتس. حلو. طيب بالنسبه لنا احنا هنتكلم النهارده عن الخمسه دول: الصوديوم، بوتاسيوم، مغنيسيوم، كالسيوم، فوسفورس. هنتكلم عن كل واحد بشكل سريع، وايه الفورمز الموجوده في الماركت، المحاليل، وكيفيه استخدامها، وازاي المانجمنت بتاع كل حاله سواء حصل زياده او نقص. تمام. طيب مبدئيا الخمس حاجات دول هم اصلا الوظيفه الاساسيه بتاعتهم حركه العضلات. يعني عندنا في حاجات بتعمل كونتراكشن وحاجات بتعمل ريلاكسيشن، انقباض وانبساط. حاجات بتعمل انقباض اللي عندنا الصوديوم والكالسيوم، حاجات تعمل انبساط البوتاسيوم والمغنيسيوم. تمام. طب الفوسفورس ده محتاجينه في ايه؟ في عمليات انتاج الطاقه. يعني هو ده اهم حاجه بيعملها الايه الفوسفور، اللي هو تكوين المركب اللي اسمه الاي تي بي والكرياتين فوسفات، مركبات الطاقه وعناصر الطاقه، وكمان المشاركه في عمليات نقل الاكسجين وانتاج الطاقه بشكل عام، وتحفيز بعض الانزيمات. فبالتالي هو يعني معظم الشغل بتاع الفوسفور ده في الايه في عمليات انتاج الطاقه. فهي ريليتد اكتر برضو، او ريليتد بشكل قوي جدا بحركه العضلات، لان العضلات من اهم الاجزاء اللي في جسمي اصلا محتاجه طاقه. تمام كده. طيب فده بشكل مختصر الوظيفه بتاعتهم. طيب فبالتالي اي اضطراب فيهم سواء بالزياده او النقصان، غالبا اكتر حاجه هتتاثر العضلات. سواء بقى عضلات، احنا عندنا العضلات ثلاث انواع. عندنا عضلات العضلات بنسميها سكيليتال ماسلز اللي هي العضلات بتاعت جسمي. تمام. في عضلات اسمها كاردياك ماسل اللي هي عضلات القلب. في عضلات السموز ماسل او العضلات اللي هي بتاعه الامعاء والاحشاء. تمام. فبالتالي الاعراض هتظهر على كل العضلات، يعني سواء بقى عضلات جسمي، او يعني هيبقى في تشنجات في العضلات بتاعت جسمي، هيبقى في انقباضات في العضلات بتاعت جسمي، او هيبقى في مغص، امساك، اسهال، او اضطراب في ضربات القلب. تمام. فده بشكل مختصر الاعراض اللي ايه هتظهر على اضطراب. طب هل ينفع نميز اضطراب الالكترولايتس دي عن طريق الاعراض؟ هيبقى صعب. ليه؟ لان معظم ال ال يعني معظم الاعراض بتبقى شبه بعض، يعني مفيش حاجه مميزه لجزئيه معينه. يعني هتلاقي المغنيسيوم شبه الكالسيوم، شبه الصوديوم، شبه البوتاسيوم. فبالتالي الافضل ان احنا ناخد عين الدم. حلو كده، عشان نميز المشكله فين. يعني انا عندي مشاكل في العضلات، انا مش هعرف انهي واحد فيهم هو اللي فيه مشكله الا لما نعمل عين الدم، لان كلهم شبه بعض. تمام. طيب عايزين نتكلم كده، اللي بيتحكم في كل الرينجز بتاعت الالكترولايتس دي حاجات ثابته. تمام. اللي هي ايه؟ الانتيك او الاكسكريشن. يعني انا دلوقتي عشان اتحكم في مستوى اي حد من الالكترولايتس دي، اللي بيتحكم فيه ان انا اكلت الحاجه دي كويس هيبقى الليفل بتاعها كويس في الجسم. لو انا ما اكلتهاش كويس هيحصل نقص. طيب الاكسكريشن يعني خروج الحاجه دي من الجسم عن طريق مين للكدني. يعني اكتر حاجه بتخرج منها الكلى الالكترولايتس دي كلها. تمام. طب فلو الاكسكريشن شغال كويس، لو الكدني فانكشن شغاله كويس، يبقى انا كده الدنيا تمام معايا، وايه والحاجه هتخرج بره الجسم بشكل سليم. لو الحاجات دي في مشكله في الكدني، فالكدني بدات تقلل اخراج الحاجات دي، فبالتالي هتبدا تتراكم في الجسم.
تمام. فيبقى كده احنا بنقول الانتيك، الاكسكريشن، وفي حاجه اسمها الشيفتنج. الشيفتنج ده مينلي بتحصل في كل الالكترولايتس، بس يعني الالكترولايت الوحيد اللي بنستخدم فيه التكنيك بتاع الشيفتنج في المانجمنت في العلاج اللي هو البوتاسيوم، وهنشوف دلوقتي. يعني احنا بنتكلم كده كفرشه لكل الالكترولايتس، احنا عندنا انتيك واكسكريشن وشيفتنج. تمام. طيب بس الشيفتنج ده هو اللي بيأثر على ليفل بعض الالكترولايتس، بس مينلي اكتر واحد بيتأثر الايه؟ البوتاسيوم. تمام. طيب لو انا حصل عندي زياده في البوتاسيوم، طب ده ممكن يكون نتيجه الانتيك زياده، او الاكسكريشن قليل، او حصل شيفتنج. تمام. يعني ده اللي احنا بنتكلم فيه. لو الليفل زاد او قل، يبقى في حاجه في الريجوليشن اللي احنا بنتكلم عنها دي، الثلاثه دول، الانتيك او الاكسكريشن او الشيفتنج، اتاثر. طيب فبالتالي انا عايز اعمل مانجمنت بقى. لو انا عندي هايبر كاليميا، يعني انا عندي هايبر زياده، كاليميا يعني بوتاسيوم، ايميا يعني دم، يعني هايبر كاليميا زياده البوتاسيوم في الدم. حلو كده. طيب لو انا عندي زياده في البوتاسيوم، ايه اللي هيحصل؟ انا عايز اعالج الحاله دي. طيب فبيقول لي في حاله زياده، احنا قلنا في بعض الالكترولايتس بتعمل كونتراكشن وبعض الالكترولايتس بتعمل ريلاكسيشن. في حاله زياده حاجه بتعمل ريلاكسيشن زي البوتاسيوم او المغنيسيوم، المشكله في ايه؟ ان انا خايف يحصل ريلاكسيشن بزياده، فيبدا يحصل ارتخاء لعضله القلب. تمام. فبيحمل حاجه اسمها هارت اريست، القلب يقف. فده بيموت، يعني ما فيهوش هزار. فبالتالي في حاله زياده بتوع الريلاكسيشن، لازم ادي حاجه اسمها كارديو بروتكتيف. بدي ايه؟ كالسيوم. بدي كالسيوم انفيوجن. الكالسيوم ده وظيفته ايه؟ ان هو يعمل كونتراكشن في عضله القلب. بيسموه كارديو بروتكتيف، حامي لعضله القلب، لكن هو ما بينزلش البوتاسيوم ليفل. تمام. فبالتالي في حاله السيفير هايبر كاليميا، يعني البوتاسيوم زياده قوي، مش بفكر ان انا اشيل البوتاسيوم ازاي. انا بفكر اول حاجه في القلب. بفكر اول حاجه في ايه؟ في عضله القلب. تمام. يعني انا بفكر اول حاجه ازاي يعني القلب ده ما يقفش. فاعمل ايه؟ ادي حاجه تنشط عضله القلب اللي هو الكالسيوم. تمام. طيب بعد ما اديت حاجه تنشط عضله القلب، بفكر بقى في التكنيكس بتاعه التريتمنت. يعني احنا عندنا الانتيك والاكسكريشن. اول حاجه الانتيك، خلاص وقف اي حاجه فيها بوتاسيوم سواء بقى اكل او دواء. تمام. طيب الاكسكريشن بشتغل على ازاي؟ على الاكسكريشن ان انا عن طريق ان انا لو الكدني فانكشن شغاله بشكل كويس، هدي دايوريتكس، حاجات مضره للبول. لو مش شغاله بشكل كويس، هعمل حاجه داياليسيس، غسيل كلوي. تمام. طيب الهايبوكاليميا بقى، ده كده في حاله الهايبركاليميا. طيب قبل ما نخش على هايبو، خلينا نقول في تكنيك بقى بتاع الشيفتنج. تمام. التكنيك بتاع الشيفتنج ده اللي هو ايه؟ التكنيك بتاع الشيفتنج ان انا بحاول اخلي البوتاسيوم بدل ما هو كتير قوي في الدم يرجع يخش الخليه تاني. ده اسمه الشيفتنج، ان انا انقله من بره الخليه الى داخل الخليه عشان يقل الليفل بتاعه في الدم، لان اللي بره الخليه هو ده الاكتيف بورت. فبالتالي الاعراض هتزيد امتى؟ لو في زياده في البوتاسيوم بره الخليه في الدم. حلو كده. طيب ادخله ازاي؟ عن طريق ثلاث حاجات. ان انا ادي انسولين جلوكوز. هم لقوا ان انا اما باكل جلوكوز، اما باكل سكر، السكر ده بيخش الجهاز الهضمي، بعدين يمتص، يخش على الدم، وعشان يخش من الدم على الخليه عشان يتحرق ويديني طاقه، محتاج بوتاسيوم. يعني البوتاسيوم بيدخل مع الانسولين والجلوكوز بكو ترانسبورت ميكانيزم، يعني بيدخل جزيء جلوكوز مع جزيء بوتاسيوم عشان يخش جوه الخليه ويتحرق ويدينا الطاقه. تمام. فبالتالي لو انا بقى اديت للبيشنت بتاعي ده جلوكوز وانسولين، هياخدوا البوتاسيوم ويخش جوه الخليه، فيدخل البوتاسيوم ده جوه الخليه. بس ده حل مؤقت، مش حل جذري او حل نهائي. ليه؟ لان الحل المؤقت ده ممكن بعد شويه البوتاسيوم بعد ما يدخل يخرج تاني، فكده يبقى انا ما خلصتش الموضوع. بس انا حليت حل مؤقت عشان العضلات، عشان احمي العضلات، لكن هو مش حل نهائي. حلو كده. طيب فده بالنسبه لاول حاجه اللي هي الانسولين جلوكوز. تاني حاجه الصوديوم بايكارب. يعني ايه الصوديوم بايكارب؟ الصوديوم بايكارب
ده بيعمل حاله من الالكالوزس، يعني بيعمل قلويه في الدم. فلما اعمل قلويه في الدم هيبدا الجسم عايز يعادل القلويه دي، فيعمل ايه؟ عايز هيطلع هيدروجين ايون من الخليه. هيدروجين ايون ده اسيد، هيدروجين ايون ده حمض، فعايز اصب شويه من الحمض اللي هم الهيدروجين ايون دول اللي موجودين في الخليه، اصبهم في الدم عشان الحمض لما يجي على القلوي يعادل الموضوع فالدنيا تتظبط. طيب لما اطلع هيدروجين ايون موجب واحد من الخليه، لازم ادخل حاجه مكانه جوه الخليه عشان يبقى فيه بالانس موجب واحد. فايه الموجب واحد اللي بيخش مكانه؟ البوتاسيوم. فاقوم مطلع هيدروجين ايون موجب واحد بره الخليه ودخل مكانه بوتاسيوم موجب واحد، يبقى كده في بالانس. فبالتالي انا ممكن ادي صوديوم بايكربونات عشان تعادل عمليه او تقلل البوتاسيوم اللي موجود في الدم، فيستخبى جوه الخليه فيقل من الدم. بس ده برضه حل مؤقت. طيب الصوديوم بايكارب ده بيخرج من الجسم عن طريق الكلى، فبالتالي ما ينفعش اديه لعيان عنده مشكله في الكلى. طيب بالمثليه لو قلنا الجلوكوز، ما الجلوكوز لو عين سكر ما ينفعش اديله جلوكوز، ساعات بيديله انسولين فقط على حسب برضو الايه الكنترول بتاع السكر. يعني لو سكر كنترولد عادي ممكن ادي الاثنين، لو مش كنترولد لا انا بدي انسولين فقط. تمام. طيب الشيء الاخر او ثالث تكنيك في الشيفتنج البيتا اجونست. هم لقوا التنبيه البيتا اجونست دي حاجه شبه الادرينالين، فلما بدي حاجه شبه الادرينالين تمام ده بينشط بامب معينه، مضخه معينه على الخليه اسمها صوديوم بوتاسيوم اي تي بيز. دي وظيفتها ان هي اول ما تلاقي بوتاسيوم بره الخليه تدخله جوه الخليه، اول ما تلاقي صوديوم في الخليه تخرجه بره الخليه. فبالتالي تنشيط البامب دي او تنشيط الايه القناه دي هتبدا تاخد البوتاسيوم اللي بره الخليه وتدخله جوه الخليه، فتقلل البوتاسيوم في الدم. يبقى انا لا اما بدي انسولين جلوكوز بيخش السكر مع البوتاسيوم بطريق ان السكر بياخد البوتاسيوم عشان يخش يتحرق جوه، او بعمل حاله قلويه في الدم فعايز اعادل القلويه فطلع حمض ودخل مكانه بوتاسيوم، او بعمل تحفيز لايه للصوديوم بوتاسيوم اي تي بيز اللي هي القناه المسؤوله عن دخول البوتاسيوم داخل الخليه وخروج الصوديوم من الخليه. فالثلاثه دول ثلاثه تكنيك. طب اكتر حاجه بقى خلينا بقى بشكل عملي، البيتا اجونست ده حاجه بتاثر على القلب. يعني مستقبلات البيتا زي ما هي موجوده في الخليه عشان تحفز دخول البوتاسيوم هي موجوده في الرئه وموجوده في القلب، فده ممنوع لاي حد عنده مشاكل في القلب. طيب زي ما احنا قلنا الصوديوم بايكارب اللي هو بيكربونات الصوديوم اللي احنا بنتكلم عليها بتحمل القلويه فبتعادل الكلام ده، دي بتخرج من الجسم عن طريق الكلى، فمش هينفع اديها لواحد مريض كلى لان هي مش هتخرج من الجسم، هتعمل قلويه ومش هتتعادل، مش تقعد مش هتعرف تخرج بره الجسم. تمام. طيب النقطه الاخيره بقى الانسولين جلوكوز ده زي ما احنا قلنا هو بس لو مريض سكر انا بديله، فامن حاجه واكتر حاجه مستخدمه بشكل فعلي الانسولين جلوكوز، واسرع حاجه يعني اسرع حاجه فعليا مستخدمه الانسولين جلوكوز. ده اللي بيستخدموه فعلا في الرعايه المركزه بنسبه 90% او تكاد تكون يعني تصل الى 100%. تقريبا هو بيستخدموا انسولين جلوكوز بس، لان الانسولين حتى لو زاد شويه ممكن ندي شويه سكر يعني الدنيا اتحلت. يعني اخرها ايه؟ شويه هبوط. لو انا اديت انسولين جلوكوز او شويه سكر زاد هزود جرعه الانسولين والدنيا اتحلت. غير لما اكون حتى لو عين سكر هتبقى برضو ما فيهاش مشكله، يعني الموضوع مانجد. لكن غير لما اكون بدي صوديوم بايكارب لو اتزنق في الجسم هيعمل مشاكل ولخبطه مش عارف اخرجه. البيتا اجونست برضو بيأثر على القلب فمش حاجه لطيفه. فاسهل حاجه الصوديوم انسولين جلوكوز. فبالتالي لو انا جالي عيان اشوف الايه الاعراض واشوف البوتاسيوم ليفل. لو انا جالي عيان هايبر كاليميا بعمل ايه حرفيا؟ ان انا اول حاجه بشوف لو هي سيفير هايبر كاليميا نسبه البوتاسيوم عاليه قوي او الاعراض شديده قوي، اول حاجه بعملها بديله كالسيوم. ما بفكرش ان انا ازاي اشيل البوتاسيوم. طيب تاني حاجه انسولين جلوكوز. عقبال ما ادي الاثنين دول بعد كده بخش بالدايوريتكس، حاجه مدر للبول. يعني انا بستخدم الثلاثه بس ايه الاولويه لمين؟ لو سيفير ابدا بكالسيوم، بعدين انسولين جلوكوز يستخبى شويه عقبال ما الدايوريتك او مدر البول ده يشتغل
يكون ايه خرج الباقي. ليه؟ لان احنا قلنا الشيفتنج، حلول الشيفتنج دي حلول مؤقته، يعني هتخش جوه الخليه ممكن تخرج تاني، فبرضه يزيد تاني، فانا ما عملتش حاجه. تمام. طيب فدي المانجمنت بتاع الهايبر كاليميا. المانجمنت بتاعت الهايبوكاليميا، الهايبو ببدا اعمل ريبليس يعني، او بديله بوتاسيوم. بوتاسيوم ده ممكن اديله اورال او اي في. لو اورال، لو انا في الحالات الايه العاديه او الاعراض الخفيفه. لو الموضوع سيفير والنسبه قليله جدا، لا ادي، لازم ابدا اخش اي في. يعني 90% في المستشفى بندي اي في. يعني لو انا عيان اي سي يو اصلا، انا اصلا معظم الحالات بتبقى بتاخد اي في على طول. بحسب الجرعه بتاعته كام وابدا اديله اللي هو محتاجه. بس ناخد بالنا يعني برضو، دي من النقط المهمه. لو انا عايز اعمل ادمنستريشن، لو انا عايز ادي بوتاسيوم، انا عايز ادي، هسال سؤال كده اشوف الناس مركزه ولا لا. أه... لو انا عايز ادي بوتاسيوم، هل انا ممكن احله على محلول جلوكوز عشان ازود نسبه البوتاسيوم في الدم؟ يعني انا اجيب امبولات البوتاسيوم، حسبت الجرعه وجبت امبولات البوتاسيوم، حليت على محلول جلوكوز ورحت معلق الجلوكوز للبيشنت بتاعي عشان اعدل نسبه البوتاسيوم في الدم. هل ده صحيح ولا خطا؟ ينفع اعمل كده؟ مش هو الجلوكوز هيدخله الخلية، فكده مش هيرتفع ال- في الدم. الله عليك، زي الفل، صح جدا. ده اصلا من التكنيكس ان انا اقلل البوتاسيوم في الدم، ان انا ادي له جلوكوز. فالجلوكوز هيحفز الانسولين، فالانسولين ياخد الجلوكوز والبوتاسيوم يخش جوه الخليه، يبقى انا ما عدلتش الدم. فبالتالي في الحاله دي فعلا زي ما حضرتك بتقول، ما ينفعش ادي محلول جلوكوز عشان اعدل نسبه البوتاسيوم في الدم، لان هو هيقوم مدخل البوتاسيوم جوه الخليه. حلو كده. طيب فبالتالي دي من الايه النقط المهمه. تاني حاجه، ما ينفعش ازود الانفيوجن ريت قوي. معدل الانفيوجن بتاعي ما ينفعش يبقى عالي، لان ده ممكن يعمل مشاكل في الاوعيه الدمويه. بيزود حاجه اسمها الاوزمولاريتي. يعني ايه اوزمولاريتي؟ تركيز المواد داخل المحلول. لو المواد زادت قوي داخل المحلول، المحلول اللي انا مديه ده هيبدا يسعى الى تخفيف التركيز بتاعه، فيبدا ياخد ميه من الخلايا اللي حواليه، فيبدا يحصل التهاب في الاوعيه الدمويه. تمام. فبالتالي خد بالك ان الانفيوجن ريت ما يزيدش قوي. طب لو عايز تزود اكتر، لازم يتاخد في حاجه اسمها سنترال لاين. سنترال لاين ده احنا قلنا اللي هو داخل جوه السوبيريور فينا كوفا. ايه السوبيريور فينا كوفا ده؟ اهم فين، اهم وريد في الجسم، اكبر وريد في الجسم السوبيريور فينا كوفا، اللي داخل جوه القلب على طول. فلو انت عايز تدي حاجه تركيزها عالي، ممكن تديها في السوبيريور فينا كوفا. حلو كده. وده كده التريتمنت بتاع الهايبوكاليميا. طيب آه دي كده جرعات. انا المفروض يعني ده ايه الكوركشن. انا لو عندي الهايبوكاليميا بدي جرعات عامله ازاي؟ بقول بقى لو ايه، حسب الجرعه، حسب البوتاسيوم ليفل، ببدا ادي الجرعه بتاعتي. تمام. بس طبعا لازم اظبط الانفيوجن ريت بتاعي. طيب تعالى كده، ده التريتمنت بتاع الهايبركاليميا، ملخص ليه. ادي كالسيوم قد ايه، بعدين لو انا هدي صوديوم بيكارب، شكل الصوديوم بيكارب والديوريشن، مش عارف ايه الاكشن. لو تاخدوا بالكم الكالسيوم الاونست، يعني الكالسيوم بديه بيشتغل اونست يعني بدايه الايه، بيشتغل بعد قد ايه؟ بعد دقيقتين. طب فالديوريشن بيشتغل لمده قد ايه؟ نص ساعه. فاحنا زي ما احنا بنقول هو بيشتغل بسرعه بس عشان يحمي عضله القلب. حلو كده. طيب الانسولين برضو لو تاخدوا بالكم اسرع حاجه، يعني بيبدا، ممكن يبدا من ربع ساعه ل 45 دقيقه حسب نوع الانسولين. اللي هو انسولين الريجولار انسولين، يعني احنا بنقول الريجولار انسولين اللي هو الانسولين السريع، فده ايه بيشتغل بسرعه جدا. تمام. طيب اللي هو الدايوريتكس برضو، اللي هو فيروسيمايد، الحاجه مثل مدر البول، بيشتغل بشكل سريع من 5 ل 15 دقيقه. فيبقى انا ما عنديش مشكله ان انا ابدا بالثلاثه، ابدا بكالسيوم ثم انسولين جلوكوز ثم ايه فيروسيمايد. تمام. اللي هو ايه مدر للبول. طيب في حاجه اسمها الايه صوديوم بوليستيرين سلفونيت، بس دي بتستخدم لايه؟ لان هي ده حاجه اسمها ريزن. الريزن ده عباره عن ايه؟ عباره عن حاجه
كومبلكس كومباوند بيمسك الايه البوتاسيوم وينزل بيه. بس ده مفعوله مش سريع، يعني شايفين بيشتغل في خلال ساعه، يعني عقبال ما بتدي الجرعه بيشتغل بعد ساعه. فده مش سريع خالص، ما بيشتغلش في الحالات الامرجنسي، مش للطوارئ يعني. تمام. الهيموداياليسيس بقى، ده الغسيل الكلوي، ده immediately بيشتغل حالا. اول ما تغسل الفقد بدأ يشتغل. ده الغسيل لو انت عم تعمل غسيل كلى. تمام. طيب البوتاسيوم اللي موجود في السوق بقى، احنا عندنا امبولات البوتاسيوم اللي موجوده في السوق. انا عندي بوتاسيوم لشركتين، شركه اسمها اوتسوكا وشركه اسمها ايبيكو. تمام. طيب الاثنين هم نفس الايه التركيز ونفس الامبوله بالظبط. الامبوله 5 مللي فيها 10 مللي ايكويفالنت. 5 مللي فيها 10 مللي ايكويفالنت. طيب انا الجرعه بتاعتي كام؟ من 1 ل 2 مللي ايكويفالنت لكل كيلو جرام. فلو انا اتخيل مثلا ان انا عندي البيشنت بتاعي 70 كيلو، فانا قلت هديله الجرعه اللي هي العاديه، اللي هي 1 مللي ايكويفالنت لكل كيلو جرام. فيبقى كده هو محتاج 70 مللي ايكويفالنت، والامبوله الواحده 10 مللي ايكويفالنت، يعني كده هو هياخد 7 امبولات. طيب السبع امبولات دول انا بديهم الامبولات دي على محلول، وبعدين يحصل انفيوجن، يعني ما بتاخدوش مره واحده، لانه لو مره واحده هيوقف عضله القلب اصلا، هيزود البوتاسيوم جدا، وقف عضله القلب ويعمل التهابات في الاوعيه الدمويه يعني. فبالتالي ما بيتاخدش، لازم انفيوجن زي ما احنا قلنا انفيوجن. تمام. طيب وزي ما احنا قلنا الريت المفروض ما يزيدش عن من 10 ل 20 ملي ايكوفالنت لكل ساعه. لو ازيد من كده لازم يحصل مونيتورنج، لان هو ممكن يزود البوتاسيوم ليفل فيأثر على عضله القلب. نعمل اي سي جي، يعني متابعه لمعدل ضربات القلب، يعني نعمل رسم قلب. تمام. فكده اعتقد الدنيا ايه بقت واضحه. يعني انا جالي كلاينت انا بياخد امبولات في الوريد، فنبدا نشوف الامبولات دي هناخد كام امبوله، سواء بقى على حسب الوزن، هو مثلا 70 كيلو 80 كيلو، فعايز 7 امبولات 8 امبولات 5 امبولات 10 امبولات، وابدا الامبولات دي احلها في محلول، والمحلول ده بيتاخد بايه بمعدل 10 مللي ايكويفالنت لايه لكل ساعه. تمام. ده بكل بساطه، ده كده ايه بالنسبه للبوتاسيوم. طب نخش على تاني حاجه عندي، الكالسيوم. حد عنده اي سؤال في البوتاسيوم قبل ما نقلب؟ في اي سؤال في البوتاسيوم؟ طيب خلينا ندخل في الكالسيوم. الكالسيوم نفس الكلام، هو ال الاعراض اللي بتظهر اعراض على العضلات، بس زي ما احنا قلنا غير مميزه قوي، لان كل الالكترولايتس بتدي اعراض شبه بعض: اضطراب في ضربات القلب واضطراب في العضلات بشكل عام. تمام. طيب فبالتالي التريتمنت بقى، لو انا عندي الكالسيوم عالي هبدا اقلل الانتيك، هزود الاكسكريشن. هنا مفيش شيفتنج. طيب ازود الاكسكريشن ازاي؟ عن طريق الدايوريتكس، او لو في رينال فيلير بعمل داياليسيس، غسيل كلوي. طيب في تكنيك اخر اللي اسمه ايه بايفوسفانيت. ايه البايفوسفانيت ده؟ هم العلماء اخترعوا بعض الادويه اللي بتستخدم لعلاج هشاشه العظام. عباره عن ايه؟ فوسفورس كومباوند. الفوسفور بيحب الكالسيوم وبيساعد ترسيبه على العظم، فقالوا خلاص احنا هندي باي فوسفانيت او بيس فوسفانيت، يعني 2 فوسفور مركب فيه 2 فوسفور. الاثنين فوسفور دول بيقفشوا الكالسيوم ويرسبوه على العظم. فده بيستخدم مينلي اصلا في هشاشه العظام. ساعات بيستخدم لبعض البيشنت اللي عندهم مالجنسي، اللي عندهم اورام. ليه؟ الادويه اللي بتتاخد سواء اميونو سبريشن، حاجات لتقليل المناعه، او حتى بعض الكورتيزون، او بعض ادويه الانتي كانسر، بتدوب العظم. بتدوب العظم. فلما باخد معاها الادويه دي، بتبدا الادويه دي تمسك الكالسيوم وتبدا تساعد في عمليه ترسيبه تاني على العظم. تمام. طيب الادويه دي ما بتستخدمش للطوارئ، تستخدم لعلاج الكالسيوم على المستوى البعيد. طب اما بتدوب العظم الكالسيوم بيزيد في الدم، فبيعمل هايبر كالسيميا، يعني زياده في الكالسيوم على العظم في الدم. تمام. حلو قوي. طيب فبالتالي
لما بيحصل كده ادي بقى حاجه تقوم ماسكه الكالسيوم مرجعاه تاني ايه للعظم. حلو كده. ده وظيفه البيس فوسفونات او الباي فوسفونات. اسمها بقى في منها امبولات اسمها زوميتا. زوميتا امبول، بس طبعا دي غاليه جدا يعني. اعتقد الامبوله الواحده، الجرعه الواحده بتبقى فوق ال 2000 دلوقتي. يعني زمان 2015 كده كانت بقى في 300. دلوقتي اعتقد معديه ال 2000 مستريح يعني. تمام. بس هي بتاخدش كل يعني ممكن تاخد مره في الشهر او مره كل شهرين 3 شهور. ما بتتاخدش يوميا يعني. تمام. طيب في حاجات تانية بقى اللي هي موجوده في الصيدليه اسمها فوزا فاكس، فوزا ماكس، فوزا فانس، اكتونيل. دي بعض الامثله لايه للدواء. الجرعه تقريبا كل اسبوعين، تاخد قرص كل اسبوعين. يعني يبقى تيجي علبه فيها قرصين بتكفي شهر، قرص كل اسبوعين. تمام. فهي مش للامرجنسي. تمام. طيب احنا قلنا ممكن نعمل دايوريتك. طب الدايوريتك ده فيه تكنيك في الدايوريتك اسمه فورسد دايوريسيس. يعني ايه؟ يعني انا بجبر الكلى ان هي تفلتر اسرع عن طريق ان انا بدي محاليل مع الدايوريتك اللي انا بديه. تمام. ادي نورمال سلاين مع الفيوريسيمايد. الفيوريسيمايد ده اللي هو المدر للبول، اللي بيخرج، يساعد الكلى ان هي تفلتر اسرع. طب في حاله نقص الكالسيوم ببدا اعالج، سواء اورال في الحالات العاديه واي في في الحالات الكريتيكال. طيب لو انا عندي في مشكله في الالبومين، احنا عندنا نص الكالسيوم اللي موجود في الدم ماسك في البومين. فعندي الكالسيوم اللي موجود في الدم في توتال كالسيوم وفي ايونايزد كالسيوم. الفرق بين الاثنين ايه؟ التوتال كالسيوم اللي هو الشويه الفري والشويه اللي ماسكين في الالبومين. طيب اللي ماسكين في الالبومين ده لو الكالسيوم لو الالبومين قل، فالكالسيوم اللي ماسك في الالبومين هيزيد، فهيزود الفري. فالجسم عايز يحافظ على الجزء الفري ثابت، فهياخد الزياده من الفري اللي هم كانوا ماسكين في الالبومين وتصبوا على الفري. هياخد الزياده دول ويرميهم بقى من الكلى. ليه؟ عشان يحافظ على الجزء الفري ثابت. فالتوتال كالسيوم هيقل لكن الايونايزد كالسيوم مش هيقل. ففي الحاله دي المشكله مش في الكالسيوم، المشكله في الالبومين. فحاول تعدل بقى مشكله الالبومين، سواء بقى مال نيوتريشن، سواء ستريس، سواء عنده نزيف ونقص في الالبومين. ساعتها عدل الالبومين بقى بطريقتك. المهم ايه؟ ما تديش كالسيوم. طول ما الايونايزد تمام انت مش محتاج تدي كالسيوم. طيب لو بقى في اعراض قويه بنبدا ندي كالسيوم. احنا عندنا الكالسيوم اللي موجود في السوق كالسيوم كلورايد وكالسيوم جلوكونات. فرق بين الاثنين ايه؟ الكالسيوم جلوكونات بيبقى تاثيره ابطا شويه نسبيا. هما الاثنين اي في فبتاثيرهم سريع. لكن الكالسيوم كلورايد تاثيره اعلى بكتير، فبيسبب اعراض جانبيه. هيعمل انقباض في الاوعيه الدمويه، بيعمل انقباض، فبيعمل انقباض في الاوعيه الدمويه اللي هو بيتاخد فيها، ويعمل التهابات في الاوعيه الدمويه اللي بيتاخد فيها. فلازم تاخد سنترال، ما ينفع في السوري فينا كفا على طول، ما ينفعش تاخد في الاوعيه الدمويه الصغيره. بيعدل الكالسيوم بشكل سريع جدا، فبالتالي كانك اديت اوفر دوز. فما ينفعش يستخدم. الافضل مش هو اللي بيستخدم، بيستخدم الجلوكونيت اكتر يعني. تمام. طيب تعال نشوف بقى زي ما احنا بنتكلم كده. ده ايه النسبه بتاعه الكالسيوم. بس هو هنا مخترع بالملي مول. احنا مينلي بنتكلم على الجرعات بالايه بالملي ايكويفالنت يعني. فهو هنا ايه كاتب الجرعه بتاعه الكالسيوم. ومحتاجين ناخد قد ايه؟ مره 9، لو اقل من واحد تبقى 18. اللي موجود في السوق زي ما احنا قلنا كالسيونيت. كالسيونيت ده امبوله عباره عن امبوله 10 مللي. الامبوله ال 10 مللي فيها حوالي 4 65 مللي ايكويفالنت. تمام. طيب الجرعه بتاعتنا كام؟ من 10 ل 15. يعني احنا تقريبا محتاجين من 2 امبوله ل3 امبولات عشان ادي الجرعه اليوميه من الكالسيوم للشخص اللي قدامي. تمام. فده ايه الفكره من الفكره دي. في حاجه اسمها التوتال كالسيوم زي ما احنا ايونايزد. خلاص هو في تحليل جاهز يعني. ده لو في حاله ان انت ما عندكش تحليل اسمه الايونايزد كالسيوم في المستشفى هتضطر تعمل المعادله دي. لكن غالبا خلاص هو بقى موجود يعني. الايونايزد كالسيوم ده بقى موجود في كل المستشفيات. فالكوريكت التوتال كالسيوم ده مش محتاجين نعمله. طيب اللي عندي بعد كده المغنيسيوم. تمام.
طيب المغنيسيوم تقريبا زي ما احنا قلنا نفس الاعراض، فبالتالي الاعراض مش مميزه، يعني ما ينفعش نميز نقص المغنيسيوم عن طريق الاعراض. طب في حاله الزياده هندي برضو اول حاجه كارديو بروتكتيف افكت في السيفير عشان نحمي عضله القلب، بعدين دايليسيس ودايريتكس، بس مفيش شيفتنج هنا. احنا كنت في البوتاسيوم بنقول في شيفتنج. الهايبومagنيزيميا بنعوض سواء اورال او اي في. كان في نقطه مهمه في المغنيسيوم بس حابين نقولها. طب لو انا عندي دلوقتي نقص في البوتاسيوم والصوديوم والمغنيسيوم والكالسيوم، هنعوض مين اول واحد لو حد فاكر؟ يعني عندي كل الالكترولايتس بايظه، مين اول واحد لازم اعوضه لو حد فاكر؟ طيب تعال نقول كده. المغنيسيوم هو اللي بيعدل نسبة الكالسيوم في الدم. يعني انا عملت عينة دم. الله ينور عليك يا دكتور، بالظبط المغنيسيوم. انا عملت عينة دم وسحبت البوتاسيوم والصوديوم والمغنيسيوم والكالسيوم، لقيت ان كلهم ملخبطين. لازم اعدل اول واحد المغنيسيوم. ليه؟ لان المغنيسيوم لو انا عندي الكالسيوم قليل، هو اصلا المغنيسيوم اللي بيعدله. ازاي؟ المغنيسيوم عندي بينشط الباراثايرويد جلاند، الغده الجرثوميه. ليه؟ ان هي تفرز باراثايرويد هرمون، البي تي اتش او الباراثايرويد هرمون، اللي وظيفته يعدل نسبه الكالسيوم في الدم. يعني المغنيسيوم هو اللي هينشط الغده اللي هنا اسمها الباراثايرويد عشان تعدل الكالسيوم. فطول ما انت بتدي كالسيوم والمغنيسيوم واقع، المغنيسيوم هيفضل واقع. ليه؟ لان الباراثايرويد جلاند اللي بيعدل اصلا النسبه بتاعت الكالسيوم هيفضل قليل، لان المغنيسيوم هو اللي بينشطه. فبالتالي لو ده قليل وده قليل، عدل المغنيسيوم هتلاقي الكالسيوم بيتعدل. يعني قبل ما تعمل سبلمنتيشن للكالسيوم عدل المغنيسيوم، ما تعدلش بقى عدل الكالسيوم. تمام كده؟ طيب المغنيسيوم لو تفتكروا كان في البامب اسمها صوديوم بوتاسيوم اي تي بيز، اللي كانت مسؤوله عن ان هي بتخرج الصوديوم بره الخليه وتدخل البوتاسيوم جوه الخليه. اللي بيتحكم في البامب دي لما بتوصل لليفل معين، لمستوى معين في بالانس ما بين الصوديوم والبوتاسيوم، بتوقف البامب دي المغنيسيوم. يعني بيعمل المغنيسيوم هو اللي بيعمل تنظيم لنشاط الصوديوم بوتاسيوم اي تي بيز. طيب لو البامب دي ما حدش عامل لها مانجمنت، ما حدش عامل لها تنظيم، فهتبدا تدخل كل البوتاسيوم من الخليه، من الدم الى الخليه، وهتخرج كل الصوديوم من الخليه الى الدم، فهيزيد الصوديوم ويقل البوتاسيوم. طيب اللي بيتحكم في الليفل بتاع البامب دي ويوقفها عند حد معين مين؟ المغنيسيوم. فبالتالي المغنيسيوم هو اللي هيحافظ على البوتاسيوم، وهو اللي هيحافظ على الكالسيوم، وهو اللي هيمانج برضو الصوديوم. فاي واحد في الثلاثه لو بايظ، قيس الاول المغنيسيوم. لان ما حدش بيقيس المغنيسيوم اصلا في المستشفيات للاسف، والمغنيسيوم والفوسفور ما حدش بيقيسهم، هو الكالسيوم والبوتاسيوم والصوديوم اللي بيتقاسوا. فاحنا لو في مشكله لازم تقيس الاول المغنيسيوم. لو طلع في مشكله عدل المغنيسيوم، وبعدين لو لسه في مشكله في الحاجات التانيه عدلها. مفيش مشكله ممكن تتعدل لوحدها اصلا، مجرد ما عدلت المغنيسيوم هتلاقيه بيتعدل لوحده. حلو كده؟ طيب ده بس نقطه كنا عايزين نقولها في المغنيسيوم. برضو هنا السيرم بيقول لك لو حسب نسبه المغنيسيوم في الدم هعمل سبلمنتيشن والجرعات بتاعته عامله ازاي. تمام. طيب الموجود بقى مغنيسيوم، امبولات المغنيسيوم اللي موجوده في السوق، انا عندي المغنيسيوم سلفيت سواء بتاع اوتسوكا او ايبيكو. طيب اوتسوكا هو اوتسوكا وايبيكو نفس التركيز، لكن الانبوله نفسها بتاعت اوتسوكا اكبر. يعني حجم الانبوله 25 مللي وبتاعت ايبيكو 10 مللي، فبالتالي عدد كميه المغنيسيوم اللي في الانبوله ال 25 مللي اكتر. لكن مثلا احنا بنقول نسبتها للملي زي نسبه ايبيكو، يعني الاثنين نفس التركيز،
لكن كميه او الفوليوم بتاع، يعني كميه السوائل اللي داخل اتسوكا 25 مللي، لكن دي 10 مللي بس، يعني دي اكبر. فكميه المغنيسيوم التوتال هنا اكتر، لان بس الانبوبه اكبر، لكن الاثنين نفس التركيز. يعني هما الاثنين تقريبا نفس ال 8 مللي ايكويفالنت لكل 10 مللي. دي بقى 8 مللي ايكويفالنت في ال 10 مللي، وهي كلها 10 مللي، فكل التوتال بتاعها 8 مللي ايكويفالنت. دي 25 مللي، فكاني ضربت ال 8 دي في 2 ونص، فوصلت ايه 20 مللي ايكويفالنت لل 25 مللي. واضح كده؟ لكن هما الاثنين نفس التركيز، لكن حجم دي اكبر، فبالتالي كميه المغنيسيوم اللي فيها اكتر، 20 مللي ايكويفالنت. لكن الاثنين 8 مللي ايكويفالنت لكل 10 مللي. لو ما حدش فاهم ممكن يبعت لي يقول لي. الدنيا تمام؟ طيب، واضح ان انتوا فاهمين. يعني الاثنين نفس التركيز 8 مللي لكل 10 مللي، لكن دي مش دي 10 مللي ودي 25، فبالتالي يعني كميه المغنيسيوم اللي فيها 10 مللي و10 مللي و5 مللي، فكلها يعني 8 ف ليها 8 كل 10، فدي 8 ل 10 الاولانيه و8 ل 10 الثانيه، وفي 4 للخمسه، ف8 و8 16 و4 20. فبالتالي الاثنين نفس التركيز، لكن دي كميه المغنيسيوم اكبر. ليه؟ لان حجمها نفسه 25 مللي ودي حجمها 10 مللي فقط، فبالتالي دي بتوصل لك مللي ايكويفالنت اكتر. بس غالبا اوتسوكا بتبقى ناقصه، عشان اوتسوكا دي ياباني وايبيكو دي مصري، فبالتالي الاوتسوكا ساعات بتبقى ناقصه، فاستخدم الايبيكو، يعني الاثنين نفس التركيز. طيب، فهو احنا بنقول الجرعه من 8 ل 20 مللي ايكويفالنت، يعني من انبوبه صغيره من دي لانبوبه كبيره من دي، يعني واحده، اما واحده ايبيكو لا اما واحده اوتسوكا. تمام. خد بالك في الايه، في الرينال فيلير بنقلل الجرعه للنص، عشان هو بيخرج عن طريق الرينا. طيب، اللي بعد كده الفوسفورس. الفوسفورس عندي ال يعني سواء بقى هايبوفوسفاتيميا، الاعراض برضو زي ما احنا قلنا مرتبطه اكتر بال بالعضلات برضو. يعني بالمونري وكاردياك وعضلات، يعني نفس الاعراض تقريبا يعني. بس الفوسفاتيميا لو زاد هيرسب اكتر مع الكالسيوم، فممكن يعمل بنسميها التكلسات. يعني الكالسيوم يبدا يرسب، يعمل حاجه اسمها كالسيفيكيشن او تكلسات. يعني تلاقي الكالسيوم رسب في الاوعيه الدمويه، عامل لي حصوه في الكلى، ده مع زياده الفوسفورس يعني. تمام. طب نقص الفوسفور، لما بينقص بنبدا نعمل كوركشن، سواء اورال او اي في. زياده بنبدا نقلل الانتيك ونزود الاكسكريشن عن طريق الدايريتكس. وفي بعض الحاجات بنعمل حاجه اسمها فوسفيت بايندرز. فوسفيت بايندرز دي ده بيستخدم مينلي في الرينال فيلير، بيستخدموا حاجه اسمها رينا جل. ده حاجه بتيجي تمسك الفوسفور وتنزلها. تمام. ده يعني بيستخدم بس ايه في الحالات الرينال فيلير اكتر، لان الرينال فيلير بيحصل زياده في الفوسفور، فبتستخدم ايه الدواء ده في الايه، بس هو مش امرجنسي برضه. تمام. طيب، ودي الجرعات بتاعه الكوركشن. الانبوله بقى بتاعه الفوسفور اللي موجوده في السوق اسمها جلايكوفوس، بتاع شركه اسمها فيرزينيوس. جلايكوفوس ده الشكل الوحيد للفوسفور الاي في اللي موجود في السوق. بيبقى فيه حوالي 20 ملي مول من الفوسفور و40 من الصوديوم. الجرعه بتاعتنا من 10 ل 20 ملي مول بردي، يعني احنا لا اما بناخد نص انبوله لا اما انبوله. دي الاحتياج اليومي الطبيعي بتاع الانسان. ما نحاولش برضو نزود الانفيوجن ريت الا لو كان هيتاخد ايه بالسنترال فينوس كاسيتر. يعني لو قسطره في السوبيري فينا كوفا، او اللي هو ايه يعني كانيولا مركزيه سنترال، ممكن تتاخد عادي بريت اسرع يعني. ده كده تجميعه للحاجات اللي احنا قلناها في الايه والتريتمنت بتاع الجزء اللي فات. تمام، حلو.